شلونك؟ عساك بعافية ويا ريت طيب أخبارك. هذا ارتباكك ما أبي ما يتقول أسرارك، يتك أسلم واختفي واتمنى اللي بقلبك وفي وخلاش في مقدارك، وحنيت لك. حنيت لي؟ حنيت لي وجيتش عجب، مشتاق لو جايب عتب، نايم ضميرك من رحت معقولة قرر يصحى؟ لو فكرت راح اللوي، لا عمي القبالة قوي، الله من عفته مجروحة ورحت بدموع ضمت جرحة، وانا اعرفك ما تنعدل، لو يفرح قبالك طفل تقتل بقلبه الفرحة. حنيت لي من ايش وقت؟ من العام فتحوا أغنية تذكرت حبك بيها، ولليوم أسمع وانتظر واحد يجي يطفيها. تسليني بغيابي صفت، فد يوم بالصدفة انطفت، فكرت أروح لصاحبي العاجبته ويغنيه. بالجاية هايش منتظر، ايش تريد؟ وين توصل؟ شو انا قضيت العمر البس وانت تفصل، تتذكر افعالك قبل؟ بالغلط لما تتصل تقطع قبل لا تحصل، انساني احسن لك لان والله بعد ما بي، اي وانا اعرفك تنعشق بسرعة تلقى بنية، احلى احساس تحسسك بس والله ما تتنفسك، لك انا الغشيمة اللي كنت يمك اضحي بريء، حبيت غيرك وانتهيت. لا تلعبين بغيرتي وتحكي لي طبع الماغذش طيب وحيل حنين، وعيونك الشق القلب غيرة الواحد من يحب بس ما له حق يبين. ولو شفتي جرح بالقلب قلتي جرحك هي، وهسه اسمعيني وركزي بكل كلمة راح احكيها. مرات اللي يحب ينجبر يخسر وجائز ينخسر، مرات ياخذنا الضعف بس نبقى نحكي بقوة، مرات نتحول شمع نراد بس وقت الدمع، من دار لما نلتفت ما نلقى واحد يسخر. وانا اعذرك بس المهم عشرتنا تحترميها. من العام فتحوا اغنية تذكرت حبك بيها. مساء الخير شهد شمال. مساء الورد مهند، اهلا. مختفية صار فترة. موجودة. حلو، طلعنا هواية انا وياش بلقاءات. بس انت اكثر وحدة كنتي تقدرين تلفين وتدورين بموضوع الحب. يعني انا طالع وياش تقريبا 4 مرات، ولا مرة جاوبتيني جواب صريح وشافي وواضح عن الحب. انت دمرت العشق والحب دمار، ما وفيت وخاين وما تفتهم، لا عفتها تحب شخص غيرك شجاع، ولا صرت فارس صدق مثل الزلم. الله. يعني مهند ايش قد سمعت وشفت قصص حب من خلال المتابعات، لأن تعرف أن البنات يتواصلون وياي، نقعد وندردش وكذا، ما شفت بحياتي كلها رجال قد علاقة الحب اللي يمر بيها. دائما المرأة هي المضحية وهي اللي تدفع الخسائر وهي اللي تتحمل، بس الرجال ده بالأغلب ما يبيض وجهه. زين، من يا ناحية؟ من أي ناحية أنا أقول لك؟ يعني يوعد ويخلف لو مو قدها إيه مو قدها، ما مجبور تركبها وتطيح. الله. إيش علمك على الخيل يا ابن المراجح؟ هسه أنت مجبور يا أخوي تفوت بعلاقة وتأمل البنية وتعيشها بقصص حب وغرام لا صارت ولا استوت، يعني لا قيس ولا ليلى. زين، بالقفلة لو تطلع لبنت خالته، طبعا بنت خالته عبالك أول طايحة ما يعرفها قبل. لو تطلع الوالدة ما تقبل الله يطول عمرها. زين، لو تطلع العادات والتقاليد، لو تطلع وين كان بالبداية؟ زين انت وين كنت بالبداية؟ ما انت عرفتها هي طالبة او هي دكتورة او هي مهندسة او هي اعلامية او whatever اي شيء. زين،
ليش عيشتها كل هذه القصة والأفلام والحب والسيناريو؟ بالتالي توصل للنهاية تقول لها أني آسف لأنه عاداتنا وتقاليدنا، أني آسف لأنه أمي ما قبلت، أني آسف لأنه بنت خالتي موجودة. زين هذا الحكي كله وين كان؟ يعني شو تحس مهند؟ هنا السؤال، شو تحس من تنتهي العلاقة وتشوف المرأة أو الأنثى اللي ضحت لك بكل ما عندها؟ المرأة دائما تعطي كل ما عندها وهي الزلمة بالموضوع، وأنت دور الأنثى، شو تحس؟ شو تقول لروحك؟ يعني نفس إلها حق عليك، شو تقول لنفسك أنت؟ يعني نقدر نقول الرجل الشرقي غير صالح للحب؟ البعض. نسبة؟ النسبة 70%. وراء هالسنين كلها وهذا استنزاف المشاعر والآلام والجروح والدموع اللي قلت عليها، تتوقعين راح تلقيه اللي تريديه، الرجل المناسب؟ أنا راح أحكي بالعموم. أي خلنا نحسب الخصوص. أنا بالنسبة لي يعني تتوقعين راح تلقيه؟ أنا إذا ما ألقى الشخص اللي أنا راسمته بمخيلتي راح أبقى عانس طول العمر. شمالك انت من اروع الضيوف اللي نوروني بروحك. هنودي عيوني. سعيد جدا بوجودك. أنا أكثر. لك توفيق. الله يسلمك. وملاحظة صغيرة أنا بس أريد أقولها لبعض البنات، شغلتين أو ثلاثة تخليها ببالك. لا حد يتحجج بالظروف، لا حد يتحجج بالقدر، ولا حد يقول قسمة ماتت وشبعت موت ودنذب عليها ما يورد. ماكو. الحب تضحية، إذا رجال يضحي لك.